حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا شوفوا بقى افطارنا النهارده رابع يوم شوال كده. احنا صايمين لسه من ثاني يوم رمضان بقى، وعيالي عايزين ياكلوا كشري، قلت لهم هعمل لكم كشري. غسلت، جبت بقى العدس كده وغسلته، ادي البصل والمكرونه الازبكيته والمكرونه المقصوصه والشعريه والقطه ضربتها اهو، وادي اللهم صل على النبي العدس بجيب غسلته والحمص مولع على النار. غسلت العدس غسله حلوه كده، واجيب ميه سخنه من الكاتل بقى علشان ايه ما ناخدش وقت كده. احطه كده على النار، اجيب الغطا واغطيه كده واولع على النار بقى واحطه ينسلق. حتى الحمص اهو بيستوي على النار، اولع عليها واحط اللهم صل على النبي حبه زيت. انا بعمل العدس بالزيت، ما بعملوش بتحيته ايضا. الحمص احط له بصوا بالميه بتاعته، مش شرم ميته، هو بينسلق كده. احط له اللهم صل على النبي ملح، حبه كمون، واحط له حبه خل، واحط له ليمونتين كمان مع الخل عشان ده الدقه بتاعت اللهم صل على النبي. الميه بتاعت الحمص بدقته دي كده. معلقه توم حلوه كده اهي، وهقلبها كده وكده. الحمص ياخد غلوه وخلاص على كده. حدقته وحطيت له كمون وحطيت له كل حاجه اهو كده. اقفل عليه بقى كده النار. الزيت قدح، هنزل كده بمعلقه توم حلوه كده، بالصلصه بقى بتاعت الكشري. حمرت التومه كده، خليتها زي الذهب زي ما انتوا شايفينها كده. هنزل اللهم صل على النبي عليها بحبه 3-4 معالق خل، وانزل كده بالقوطه اللي انا ضرباه. بقى بالتوابل بتاعتها الحلوه كده. احط فلفل اسمر، اللهم صل على النبي، واحط كمون، حبه كمون بقى حلوين عشان انتوا عارفين ان الكشري بيحب الكمون، وحبه بهارات مشكله كده، واحط الملح حسب الملح بقى، حسب الرغبه وحسب الكميه اللي انت عاملاها كده. بملح، اللهم صل على النبي، حبه سكر، احط معلقتين 2 كبار سكر عشان الصلصه عندي كتير. معلقتين 2 كبار سكر. هقلبهم بقى. اللي وصل معايا لغايه هنا حطي له لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه. ودلنا مكملين كده مع بعض يا رب العمر كله. كده صلصه الكشري خلصت نهائيا، مش هضيف لها اي حاجه، ضفت لها السكر والتوابل والفلفل والخل وكل حاجتها اهي كده. اغطي عليها بقى الصلصه كده وهسيبها تغلي بقى غلوتين كده. كام غلوه كده، ما تتسبكش، كام غلوه كده بس، هتبقى بين الخفيفه وبين التقيل كده بين صوابعي. والبصل كده اللهم صل على النبي. البصل انتوا عارفين في اخره ونشف، ده البصل الجديد طلع كده. اقلبهم بس كده اهم. وهاجي بقى في الزيت قادح جامد، انزل بكده كله بقى، كل اللي انا عملته ده صلصه كبيره والزيت كتير، انزل بيه كله. وبعد ما انشل اللهم صل على النبي، انشل البصل ده، احمر مكان منه الشعريه. حمرت الشعريه اهي، خليتها دابي زي ما انتم شايفينها كده. والعدس بيغلي على النار. العدس ما برميش ميه العدس وسطها، انزل كده حطيت الشعريه على العدس كده. انزل اللهم صل على النبي بالرز المصري بتاعنا العادي خالص، هنزل بيه كده. يبقى العدس على الشعريه على الرز. الملح بقى زي ما قلت لكم كده على قد الكميه ايه اللي احنا عاملينها كده. واقلبه تقليبه حلوه كله كده، يتخلط في قلب بعضه كده.
وادي الرز خلص اهو، ما عادش بس اللهم صل على النبي، والبصل اهو بيتحمر، ما عادش بس الا سلق المكرونه وكده يبقى الكشري خلص. مش الا سلق المكرونه والبصل، اللهم صل على النبي، والحمص خلص اهو رخر بدقته بقى بحاجته كلها. اللهم صل على النبي. وادي الرز، هجيب لكم معلقه بس اوريكم الرز بقى بثلاث رزات، الرز بالعدس بالشعريه على بعضه، بصوا كده مفرفط وعامل ازاي. وادي الرز، سلقت المكرونه اهي. وادي اللهم صل على النبي بالصلصه اهي رخره ما شاء الله عليها. وده بقى كان فطارنا النهارده ربع يوم شوال، كل سنه وانتم طيبين. واللي وصل معايا لغايه هنا وحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده، وتفضلوا افطروا معانا واشوفكم على خير ومع السلامه.